في زمن بعيد يعود إلى ما يقارب القرن 18 قبل الميلاد، كانت مصر في أوج حضارتها حين ظهر فيها نبي الله يوسف عليه السلام في تلك الحقبة التي ترجح ما بين نهاية الدولة الوسطى وبداية الهكسوس. حلم ملك مصر حلما غريبا لم يستطع أحد تفسيره، إلى أن جاء يوسف فسر الحلم بحكمة إلهية: 7 سنين من الخصب تليها 7 شداد من الجفاف والمجاعة. ومن هنا بدأت أول خطة اقتصادية في تاريخ البشر. أمر يوسف بزراعة الأرض بلا توقف 7 سنوات، وتخزين الحبوب داخل سنابلها لتحافظ على جودتها، ثم وضع نظام توزيع دقيق يضمن لكل بيت طعامه دون إسراف. كانت تلك عبقرية الإدارة وقت الرخاء استعدادا للأزمة. ثم جاء زمن العجاف، انخفض فيضان النيل 7 مرات، وجفت الأراضي، واشتد الجوع في كل أرجاء الشرق القديم. لكن مصر بفضل التخطيط والحكمة لم تعرف الجوع يوما واحدا. من كنعان إلى الشام، ومن الحجاز إلى بابل، سارت القوافل نحو وادي النيل تبحث عن القمح المصري. فتح يوسف مخازن الغلال يوزع الطعام بعدل ورحمة، فتحولت مصر إلى مائدة الإنسانية وإلى أغنى دولة في العالم القديم. كانت تلك الأعوام 14 درسا خالدا في التاريخ: أن التخطيط ينقذ الأمم، وأن الحكمة في الرخاء هي سر النجاة في الشدة، وأن مصر منذ فجر الحضارة كانت وما زالت قادرة على إطعام العالم وقت المجاعة، لتثبت من جديد أنها قلب التاريخ ومخزن الحياة.